السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فترة كده ومن حوالي أسبوع 10 أيام شركة هواوي نزلوا فيديو جديد حاجة و40 ثانية. الفيديو كان عبارة عن واحد بيطلع جبل، ناس بترقص باليه، طفل مش عارف ماله. عموما يعني الفيديو ما كانش بذاك القدر من الوضوح لأنه كان تيزنج الكامبين أكبر، واكتشفت في النهاية إن الموضوع أكبر من مجرد لقطات وأكبر من مجرد فيديو. إمتى بالظبط؟ لما نزل فيديو كامل من 4 أو 5 أيام، فيديو دقيقتين ونص، هواوي بتقول لك فيه إحنا هنا بس بطريقتها. فسريعا خلينا أكلمكم عن الفيديو ده واستعرض معاكم الرسائل اللي فيه اللي كلها بتبدأ بمصطلح اكسبلور، وهتفهم اشمعنى المصطلح ده بس في الاخر. واول رساله هي اكسبلور انوفيشن. واوي بتقول لك استكشف الابتكار. الابتكار فين؟ في الاب جاليري، متجر تطبيقات واوي الشهير اللي قدر في خلال كام سنه قليلين يوصل انه يكون ثالث اكبر متجر تطبيقات في العالم، وده ببساطه بفضل الابتكار اللي معمول في التطبيق. الابتكار اللي بيقدم لك ميزه زي ميزه الكويك ابس اللي بتقدر تخليك تستخدم ميزه معينه في تطبيق معين من غير ما تحتاج تنزل التطبيق كله، انت بس يا دوب بتستخدم الميزه، فانت بتوفر وقت ومساحه وجزء من الرامات وكمان باقه. والابتكار ده هو اللي وصل الاب جاليري انه يكون ثالث اكبر متجر تطبيقات في العالم. فانت بقى مش بتتعامل مع متجر تطبيقات او مكان تنزل منه ابس وخلاص، لا ده مكان بيقدم لك تجربه مختلفه في حد ذاته. والاجمد من ده بقى الرساله الثانيه، اكسبلور فن اند انرجي، لان مفيش حد كبير على اللعب، مفيش حد كبير على الاستمتاع باللعب. وده اتقدم في الفيديو بمشهد لطيف جدا لما كان في واحده ست كبيره بتحلم انها ترقص باليه، وبالفعل ده اتحقق في مشهد من مشاهد الريفيل في اخر الفيديو. الست دي كانت بترقص باليه، فانت ليه ما تلعبش؟ بس انا هنا مش بتكلم عن الالعاب كتطبيق، لو تطبيق فهتنزلها عادي من الاب جاليري وما اختلفناش، بس هنا بقى هتلاقي التاتش بتاع واو اللي بيخليك تلاقي على الاب جاليري اي لعبه انت بتحلم بيها، سواء بقى فري فاير، ببجي موبايل او اي لعبه. بس الجمدان بقى في المانثلي ايفنتس او الاحداث الشهريه اللي بتتعمل على الستور نفسه. دي يا معلم زي مسابقات كده وبطولات من جوه الستور نفسه، بيكون فيها زي تحديات جوه الالعاب نفسها، ودي بتتعمل كل شهر، زائد العروض بتاعه يوم الجمعه. واو كل يوم جمعه بتقدم لك عروض كتير جدا، سواء على الالعاب نفسها او المحتوى الداخلي او الان اب بيرشيسز بتاعه الالعاب. والبطولات دي بيكون ليها تنظيم محترم وجوائز وبتاع. يعني افتكر من فتره كده كان في بطوله اتعملت على الاب جاليري للعبه تربيع بلوت، كانت في الرياض، والجائزه بتاعتها وصلت ل 100,000 ريال سعودي، بتتقسم على 4 منافسين. وده طبعا غير الجوائز التانية سواء واوي بوينتس اللي بتشتري بيها اي حاجه من واوي ستورز، غير الاجهزه كمان. فواوي خدت حته الالعاب دي في حته تانية خالص، وزي ما قلت لك فمفيش حد كبير على انه يلعب، زي ما انت شايف في الفيديو قدامك كده. ونروح بقى للرساله اللي بعدها، الباشن. والرساله دي تحديدا اتقدمت في الفيديو بطريقه حلوه جدا بصراحه، بانهم مثلوا الباشن باللون الاحمر. بس طريقه تقديم الموضوع ان في بنت فاقده البصر بتسال يعني ايه اللون الاحمر، فبيرد عليها مساعد واوي ان ده لون الباشن. الموضوع جامد بصراحه يا جماعه، اخراجيا وفكريا وكتابيا. الباشن ده واللي مخلي واوي برغم كل الصعوبات والازمات اللي بتواجهها من 2019 واللي من ضمنها حظر استخدام تقنيات مهمه زي ال5G مثلا مخليها تستمر. لا ومش مساله استمرار وبس، لا هم كمان بيتنافسوا وبيتفوقوا في جوانب كتير. خليني اقول لك معلومه من قبل ما اضرب لك مثال، واوي عامله شراكات مع اكتر من 6 مليون مبرمج ومطور تطبيقات على مستوى العالم. رقم ضخم انا عارف، بس الرقم ده هو اللي خلاها تكون في المركز الثالث بين متاجر التطبيقات، وخلى العملاء بتوعها ينزلوا تطبيقات من المتجر برقم وصل 423 مليار مره، رقم مرعب. عشان كده وعشان شركاء واوي جزء من النجاح بتاعهم، فهم دايما بيحتفلوا بوجود الشركاء دول. واخر احتفال مثلا كان في شهر ديسمبر اللي فات، لما عملوا احتفاليه ضخمه في برج خليفه مع كل شركائهم في الامارات. وعلشان تفهم قد ايه الموضوع كبير، فالشركاء اللي هو كانت بتحتفل معاهم من ضمنهم وزاره الداخليه في الامارات، مول دبي. فالموضوع مش بسيط، وسعيك الدايم كشركه ورا انك تعمل شراكات مع ناس ضخمه وليها اسمها، ده ببساطه جاي من الباشن بتاعك، من طموحك انك تكون اكبر متجر تطبيقات في العالم برغم كل الظروف اللي انت بتمر بيها. وبعد الطموح يجي النجاح. النجاح اللي قدرت تحققه واوي نقدر نمثله في ارقام، يعني انت محظور من مش عارف كام دوله وممنوع عنك تقنيات كتير و بس انت في الاخر وزي ما قلت محافظ على مركزك بين اكبر 3 متاجر تطبيقات في العالم، اللي هو انت طلعت من 4-5 سنين وقدرت تنافس مجهود اكتر من 10 سنين بالنسبه للمنافسين، وقدرت انك تكون موجود في اكتر من 170 دوله على مستوى العالم بمختلف اللغات، وتوصل ل 580 مليون مستخدم شهري. كل ده نجاح. انك تاخد جائزه بيست الترناتيف موبايل اب، وغير كده فتركيزك على المنطقه العربيه ما تلخصش في توفير تطبيقاتها، لا انت من ضمن المطورين اللي بتتعامل معاهم 201 الف مطور في المنطقه وبيزيد، وده يخليك تاكسبلور التكنولوجي. محدش ما يعرفش قوه قسم الار ان دي او الريسيرش ديفلوبمنت اللي عند واوي، بس النقطه برضو مش في التكنولوجيا اللي هي اكواد وبرمجه، الفكره في اللي انت بتقدمه. واول حاجه هي مسابقه ابس اب، المسابقه اللي بتنظمها واوي سنويا عشان يكسب فيها افضل المطورين العرب وتفوز فيها افضل التطبيقات بجوائز كتير
جدا. المسابقه دي بتحصل على مستوى افريقيا والشرق الاوسط كله، وبتوصل جوائزها ل 220,000 دولار، بتتقسم على 14 تطبيق من 14 مطور مختلف. فانت هنا مش بس شاركت المطورين ومش بس اديتهم فرصه انهم يكونوا معاك، انت كمان بتكافئهم على انجازاتهم والتطبيقات اللي بيطوروها. وبالمناسبه فاحنا في سنه من السنين كنا مستضيفين المسابقه دي هنا في قناه ارتك، وده كله غير البرامج اللي بتطلقها هواوي زي هواوي ديفلوبر جروبس وهواوي وومن ديفلوبرز وهواوي ديفلوبر اكسبرتس. دي كلها برامج عشان توصل المطورين ببعض، يتبادلوا الخبرات ويقدروا يطلعوا ايكو سيستم متكامل متوافق مع بعض، غير الانسبيريشن اللي بياخدوه من بعض والسبورت اللي هواوي بتقدمه ليهم طول وقت عمليه التطوير، سواء السبورت ده على هيئه اختبار التطبيقات او من ناحيه تقديمهم لعروض معينه تساعدهم في نشر التطبيق بتاعهم. وكمان المونتايزيشن، يعني انت مش هتعمل تطبيق وترميه البحر، هواوي بتقدر انها تقدم لك طرق كتير جدا تقدر تكسب منها من خلال التطبيق بتاعك. هتقول لي حلو، بس الكلام ده للناس الكبار المطورين الكبار، انا فين بقى من الكلام ده؟ انت يا سيدي الفاضل معمول لك برنامج مخصوص جدا، وده بتركز فيه هواوي على الشباب اكتر. واللقطه بتاعت الست اللي حققت حلمها عشان تكسبلور يوس وترقص باليه كانت حلوه جدا بصراحه. هواوي عزيزي الشاب بتقدم لك هواوي ستودنت ديفلوبرز، برنامج متكامل ياخدك من ايدك لو كنت مبتدئ ويوصلك للاحتراف، ده عن طريق التدريبات والكورسات اللي بيوفرها لك. وتقدر تنضم للبرنامج في الجامعه بتاعتك، تحضر الورش اللي هواوي بتعملها، وممكن في يوم من الايام تكون HSD امباستور او سفير هواوي ستودنت ديفلوبرز، وساعتها انت بنفسك هتقود الكوميونتي بتاعك كله. ودي فرص مش شركات كتير بتقدر توفرها سواء للشباب او الكبار. وهنا بقى بنوصل لاخر رساله في الفيديو، اكسبلور فيفوريتس. لو انت مستخدم عادي لا جيمر ولا مطور ولا اي حاجه من اللي فاتت، فانت عندك تطبيقات بتفضلها على تطبيقات، عشان كده هواوي بتقول لك اكسبلور فيفوريتس. هتقدر تاكسبلور اي تطبيق بيجي في خيالك عن طريق تطبيق جي بوكس، اختراع هواوي اللي هتقدر عن طريقه تنزل اي تطبيق بيحتاج تثبيت جوجل سيرفيس، سواء عايز تنزل يوتيوب او اي تطبيق تاني. فانت هتقدر تنزل التطبيق ده وتسطب كمان جوجل سيرفيس من خلال تطبيق معتمد، وتجرب عن طريق الاب جاليري اللي من ناحيه تانية ودي نسيت اقول لك عليها، بيضمن لك الامان والحمايه لكل تطبيق موجود عليه، لانه بيعدي باكتر من 4 طبقات حمايه عشان تختبر التطبيقات وتتاكد من عدم وجود اي ثغرات او فيروسات او اي حاجه ممكن تسبب في اختراق خصوصيتك. فانت هتنزل تطبيق مضمون من ناحيه هواوي ومضمون من ناحيه كل اللي جربوه، والتطبيق ده هتثبته مره واحده بس، وهتقدر من جواه تنزل اي تطبيق انت بتحلم بيه، زائد انه بيقدر يانلوك فيتشرز كتير جدا في اهم التطبيقات اللي ممكن تفكر فيها. فهتقدر ببساطه تاكسبلور فيفوريتس، وبعد ما تاكسبلور فيفوريتس هواوي بتقول لك اكسبلور مور. ما تخليش حاجه في نفسك، وتاكد انك بشويه مجهود وطموح هتقدر انك توصل، زي ما الراجل اللي كان في اول الفيديو بيتسلق جبل جليدي قدر في اخره انه يوصل وبس. دي كانت نظره سريعه على فيديو هواوي الجديد، واللي انت ممكن ما تصدقوش ان كل اللي قلته دلوقتي هو حبه انجازات من متجر تطبيقات وبس، بس هو اكتر من متجر تطبيقات. عشان كده هواوي بتقول لك اكسبلور مور اون اب جاليري. اللايك والشير والسبسكرايب بيفرقوا عشان نقدر نوصل الفيديو ده لاكبر عدد ممكن. وكان معكم مهاب سمير من عرب هاردوير.